لأول مرة أبو تريكة بيوضح كواليس أزمة أحمد حجازي مع حسام حسن في منتخب مصر. كشف محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عن كواليس أزمة أحمد حجازي لاعب نيوم السعودي ومنتخب مصر مع حسام حسن المدير الفني للفراعنة خلال مباراة كاب فيردي في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025. وشهدت مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية اعتراض من قبل أحمد حجازي مدافع نادي نيوم السعودي على حسام حسن المدير الفني للفراعنة. وكان حجازي قد غاب عن تشكيل منتخب مصر الأساسي أمام كاب فيردي وجلس على مقاعد البدلاء، وشارك بدلا منه حمدي فتحي لاعب وسط نادي الوكرة القطري، واعترض على حسام حسن ورفض المشاركة في المباراة. وقال أبو تريكة في تصريحاته: وقعت أزمة بين أحمد حجازي وحسام حسن في مباراة كاب فيردي. وأضاف: بداية الأزمة إن كابتن طارق سليمان المدرب المساعد قال لحسام حسن يلا ننزل حجازي احنا متقدمين 3، وحسام قال له لا استنى شوية. وتابع تريكة: حجازي سمع الكلام وكابتن حسام بعدها قال له انزل، ورفض اللاعب المشاركة في المباراة. واختتم: النهاردة كابتن حسام حسن بعت لحجازي ينزل يتدرب مع اللاعبين ولكنه رفض تماما، ومحمد صلاح طلع لحجازي علشان يقنعه ينزل وايضا رفض ان هو ينزل، وكابتن حسام اخذ القرار باستبعاد اللاعب من مباراة بوتسوانا.